عارفين ليه بندق الصليب في إيدينا اليمين؟ زمان في عصور الاستشهاد كان في أسرة كاملة بتتكون من الأب والأم والأولاد، كانوا بيتقدموا للاستشهاد، ولكن في نفس الوقت كان في آباء بيستشهدوا ويسيبوا أولادهم صغيرين جدا في السن، وكان الوثنيين بياخدوهم بعد استشهاد آبائهم وأمهاتهم ويربوهم عشان يطلعوا وثنيين زيهم، والأولاد مش بيكونوا فاكرين أي حاجة عن أبوهم وأمهم الحقيقيين لأنهم أخدوهم في سن صغير جدا. واستمر الموضوع ده وقت كبير لغاية ما فكر المسيحيين في فكرة عبقرية عشان اللي يموت يبقى مطمن على أولاده، وهي أن كل المسيحيين يرسموا صليب على إيد أولادهم بطريقة ما ينفعش تتمسح أبداً مهما عدى عليهم الزمن، وبكده الطفل هو وبيكبر شايفها قصاد عينه ومحدش يقدر يخدعهم، والطفل لما يكبر هيعرف إنه مسيحي، وساعتها كل الناس عملوا صليب لأولادهم، وفضلت علامة الصليب ثابتة على مر التاريخ، وكتير قوي حاولوا يمحوها، بس دي مش علامة عادية، دي علامة مجد الله.